بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من كلمة أنا المواطن سيد سعيد. أحب أعرفكم بنفسي يعني. وأنا بصراحة ربنا ما أحبش إن أنا كنت أطلع أعمل لايفات ولا أطلع أعمل بث مباشر ولا الكلام الفاضي ده، بس خلاص يعني جبت الآخر بصراحة. أنا طالع أكلم الحكومة اللي دايرة البلد دي، وطالع أكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو رئيس البلد برضه. احب اقول لكم حاجه، احنا كمقاولين او كمعلمين او كتجار او ايا كان، لما بنيجي بنشتغل في اي شغلانه وبنيجي بنحسبها قبل ما بنشتغلها. والله الشغلانه تمام معانا بنكمل فيها، مش تمام معانا بنقف بنشوف ايه مشكلتها يعني. لكن احنا مش هنفضل نخسر ونشتغل ازاي يعني. يعني انا لما بنيجي نعمل شغلانه بنقيس خسارتها قبل مكسبها، لكن احنا نعمل شغلانه ونخش اكنها بطيخه يعني نفتحها يا قرعه يا حمراء، انا دي مش فاهمها برضو. طب يا عم ما علينا، انتوا قدرتوا مشروع ودرتوا 2 و3 ماشي وخسرتوا برضو مفيش فايده. ايه يعني؟ ايه المشكله يعني في كده يعني؟ انا مش فاهم يعني انتوا ايه مشكلتكم يعني؟ انتوا مشكلتكم ان انتوا تنهونا خالص من الدنيا ديت ولا ايه بالظبط يعني؟ ولا ده مخطط اساسا يعني جاي من بره ان الناس دي تموت هنا في البلد؟ انا مش فاهم بصراحة ربنا، انا مش فاهم انتوا دايرين الدولة دي ازاي. عاوز افهم يعني. احنا عمالين نخسر وعمالين نخسر وعمالين نخسر وانت عمال تستلف. الناس اللي شغالة معاك عمالة تخسر وانت عمال تستلف، وبعدين خربت بيتنا يا اخي. ايه يا عم؟ يا سيادة الريس، الناس تقوم الصبح عشان تفطر ما تلقاش فطار تفطر الصبح؟ ازاي ديت يعني؟ الناس يلاقوا ازازه الزيت ب 73 جنيه ولا ب 70 جنيه، ولا كيلو السكر بكام؟ بكام كيلو السكر يا جماعه؟ ب 20 جنيه. ب 20 جنيه اللي العيال اللي كان في البيوت الفقيره اللي ما بيلاقوش ياكلوا يروحوا يعملوا رغيف فيه سكر. دلوقتي النسوان بقت تخبي السكر والزيت من العيال. البيضه بقت ب 3 جنيه. انا عندي 5 اولاد وانا وامهم 7، عشان ناكل كل واحد بضايه واحده. شوف بقى 3 ب7 بكام؟ احسب انت يا ريس، انا مش هحسب. ده بيض بس. هتقول لي ما تاكلش بيض؟ العيال دي بقى يجي لها بقى شلل بقى، ويجي لها دين روماتيزم، ويجي لها القرف عشان مش عارفين نغذيهم. شويه فول وشويه طعميه وشويه كلام فاضي ب 50 60 جنيه ليه يعني؟ اجيب ب 30 جنيه عيش عشان نفطر الكلام دوت؟ يا عم حرام عليك. اتق الله فينا يا اخي. اتق الله فينا، دي ما بقتش عيشه. ما بقتش عيشه يا ريس عبد الفتاح السيسي، ما بقتش عيشه. انا عاوز افهم انت مين اللي بيساعدك على الكلام دوت؟ انت مين اللي مصمم في دماغك ان انت تعمل كده؟ يا اخي انت بدل ما تحط فلوسنا في العاصمه الاداريه والقرف والكلام الفاضي دوت، يا اخي حطها في مشروع، يا اخي حطها في مشاريع، حطها في مصنع، حطها في مصانع يا عم تجيب فلوس، مش ترميها كده في الارض. انت رامي فلوسنا في الارض يا ريس. ايه يا عم؟ عمال تبيع 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 وتأجر وتعمل ايه تاني هتعمله؟ الهرم أجرته. طبعا انتوا كنتوا قايلين الناس الاخوان المسلمين هيبيعوا الهرم وهيبيعوا، لا انت كنت متفق عليه قبل ما يمشي اللي انت تبيعه. طبعا فيه ماشي. وقناة السويس كذلك برضه. مصانع الغزل والنسيج بعتها برضه. ودلوقتي انت حضرتك ان شاء الله جاي عمال تبص لي على حديقة الحيوان. حديقة الحيوان بتاعت الأطفال يا عيني، اللي المدارس الحكومة اللي الناس مش لاقية تدفع فلوس وبتوديهم رحلات رحلات مجانية.
لا انت مش عاوز الكلام دوت. لا انت سيادتك الموقع بتاع الجنينه جميل، هيجيب مليارات. ها يا عم ارحمنا شويه يا عم، يا عم سيب البلد، سيب البلد لاي حد تاني يمسكها كويس. سيب البلد لناس متعلمه. انت حبست كل المتعلمين يا عم، كل المتعلمين حبستهم، والناس الكفاءات حبستهم، مش سايب لنا غير شويه البلطجيه والناس الجهله اللي ما بتفهمش. صح ولا بتكلم غلط؟ سايبين لنا شويه الناس اللي داخلين اللي داخلين شغلهم بالوسايط. 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 انا ما كنتش حابب ان انا اطلع اتكلم، بس انت اضطريتني لكده، وهطلع اتكلم برضه على فكره، عشان انا الحكم ده مش عاجبني على الدغري، ومش انا لوحدي، ده انا والناس. وبدي رساله للجيش المصري، يا جيش يا مصري بقول لك احمينا من الرئيس عبد الفتاح السيسي. واحمينا من الحكومه بتاعتنا. انا بدي نداء للجيش المصري، الجيش المصري اللي ابني وابنك وابن الناس دي كلها فيه. بقول لك يا جيش المصري الحقنا، الحقنا، الحقنا. الناس تعبت، الناس فعلا مش قادره تكمل. لما واحد يكون مرتبه 3000 جنيه ان شاء الله يدفع ايجار 1000 جنيه عشان سيادتك، ويدفع غاز 400 جنيه، ويدفع نور 400 جنيه، ادي كده 1800 جنيه يا سيسي. وال 1200 جنيه يعمل بيهم ايه؟ يركب مواصلات عشان يروح شغله؟ ولا يعمل ايه؟ قول لي هيعمل ايه بيهم؟ انت يا عم انت ايه؟ انت مش واعي؟ ورايح تقول لي عاوز الناس تروح عاوز تحط الافات في الصندوق عشان تتجوز. يا عم اقعد ساكت يا عم، هي الناس لاقيه تاكل عشان تتجوز؟ ايه يا عم؟ هي الناس لاقيه تاكل عشان تتجوز؟ يا ريس حرام عليك، كفايه وسيبنا، سيبنا لله، سيبنا احنا هنعرف نتصرف في البلد دي. احنا هنعرف نديرها، صدقني احنا هنعرف نديرها عنك. خلاص يعني. ده اللي بيعمل مشروع بقول لك وبيلاقيه بيخسر بيتنيله، وانت بقالك 7 سنين 8 سنين عمال تخسر. ايه يا عم؟ انت مسكت البلد وكان الدولار ب 4 جنيه ونص، دلوقتي خليته ب 30 جنيه. قعدت تقول لي عوم الجنيه غرقت دين امه. ايه تاني؟ ايه تاني؟ عملت الكهرباء بالكارت؟ ايه تاني؟ عملت الغاز بالكارت؟ ايه تاني؟ ايه؟ قول لي. عملت لنا المواصلات؟ ايه تاني يعني؟ عملت ايه تاني؟ هتعمل الهواء اللي بنتنفسه هتعمل له كروت؟ انت عاوز ايه مننا؟ حاطط كاميرات في كل حته في الشوارع عشان عربيات بطلنا نركب حالات طلاق، رميناها في الشارع، رميناها في الشارع، خلاص عملناها مقلب زباله عشان مش عارفين حتى ندفع فلوس الزباله. يا ريس ارحمنا وسيبنا عشان خاطر ربنا. انا عن نفسي لما باجي اعمل شغل واجي اشتغل ما بقتش عارف اشتغل دلوقتي. الحكومه بتاعت سيادتك ان شاء الله تيجي تبعت لنا وتقول لنا نلم نفسينا ونروح نلم نفسينا نروح القسم، يقول لنا ما تعملوش شغل، ما تشتغلوش. ليه؟ ليه؟ بنشتغل بتوع مخدرات؟ ايه يا عم؟ ده احنا بنساعد الناس ان هي تفرح، بنساعد الناس ان هي تتجوز، بدل ما تروح تاخد لها قراءه ب 12000 وب 20000 جنيه بنروح نعمل لهم حفله بسيطه في الشقه بتاعتهم ب 500 600 جنيه. لا ممنوع، ممنوع. قيادات عليا بتقول لك ممنوع. بطاقة التموين ما لقيناش رغيف عيش نفسه. بطاقة التموين خدتها أول امبارح ما كناش لاقيين خلاص. عندي 7 أفراد عملتها لي بفرد برغيف عيش واحد. يا راجل عيب عليك بقى، يا راجل عيب عليك، يا راجل عيب عليك. الكلام ده أنت ما بتشوفش؟ إيه يا عم؟ أنا بقول لك إيه، أنا منزل الفيديو دوت وعاوز أتحبس على فكرة يعني. وانا هيبقى ظهري ربنا والجيش المصري يا سيسي على فكره. يقول لك ما ندكش عيش عشان ما عندناش عيش. انا ظهري ربنا
والجيش المصري، الجيش المصري اللي نزلك هو الجيش المصري اللي هيشيلك على الدغري، عشان انت مفيش اداره عندك ولا في اي شيء، ولا اي حكومتك فاشله خالص نهائي. اي مشروع عملت مشاريع ايه؟ انت عملت بيع بس. مجمع التحرير بعته واجرته، وعمال تقول انا اجرته للامارات. انا عاوز اقول لك حاجه، ها، انا عاوز اقول لك حاجه بس كده صغيره، ها، المسميات مسمى شركه اماراتيه لكن صحاباتها يهوديين. افرح يا اخويا، افرحوا يا شعب. صحابات الشركات دي اساسا يهوديين لكن المسمى ان هو في الامارات. الهرم بتاعنا اللي احنا كنا بنخش ب5 جنيه وب10 جنيه دلوقتي ما بنعرفش نخش خلاص. عاوز ايه تاني؟ عاوز ايه تاني يا عم؟ عاوز ايه تاني؟ انت وقفت حال البلد، وقفت البنا ووقفت الدنيا ومش شغال غير في العاصمه الزفت بتاعتك ديت. احنا مش عاوزينها يا عم، احنا مش عاوزينها. ايه؟ مشروع فاشل، مشروع فاشل حاطط لنا فيه مليارات وعمال تستلف في ايه؟ عمال تستلف وتضيع في ايه يعني؟ عاوز افهم يعني. عمال تجيب اسلحه تموتنا بيها؟ عملت ايه؟ يا راجل عيب عليك، يا راجل عيب عليك، واتق الله في شعبك، اتق الله في شعبك. وده اول فيديو ليا يا سيسي انزله لك على فكره، بس على فكره انا مش هبطل برضه فيديوهات، بس هي دي البدايه، عشان خلاص هنا اسود بقى لون التيشيرت ده بالنسبه لك. احنا كنا بنحبك بس كرهتك على قد ما بحبك. في حد يقول لي شعبه بطلوا هري؟ راح تقول لنا بطل هري؟ احنا نبطل يا عم؟ انت بطل هري انت بقى، بطل هري انت بقى والبتاع بتاعك اللي احنا ما بنفهموش. انا ما بفهملكش كلمتين، مش احنا اللي بنهري يا حبيبي، انت اللي عمال تهري. حاجه الغاليه ما تشتروهاش. انت اللي عمال تهري وعمال ايه؟ مفيش فلوس؟ زود يا ابني. مفيش فلوس مش عارف ايه؟ بيع. مفيش فلوس بيع. معرفش ايه، طلع دين يا راجل. ده انت حاططنا قدامك، حاطط الجسم البني ادم ده قدامك وعمال تقطع فيه. الحته دي هناخد منها 10، والحته دي هناخد 50، والحته دي هناخد 30. عليه العوض ومنه العوض، الحاجه الغاليه ما تشتروهاش. عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومن العوض. قسما بالله، اقسم بالله، احنا لو فضلنا على الاداره بتاعتك ديت يا سيسي، احنا ما خليها على الله، خليها على الله. ومعلش يا جماعه اذا كنت طلعت متنرفز كده ولا صدعتكم، بس معلش معلش، ما انا لازما كنت اتكلم، لازما كنت اتكلم عشان خلاص بقى انا تعبنا، وناس كتير تعبت مش قادره تتكلم، وناس كتير خايفه. ايه يا عم؟ ايه؟ اتق الله يا اخي، اتق الله، افهم. بنقول لك خلاص كيلو اللحمه بقى ب 200 جنيه يا عم، افهم، افهم. لتر البنزين ب 10 جنيه، انت ايه يا عم؟ يا راجل ده انا الاول كنت بروح 6 اكتوبر، كنت بحط في تانك البنزين 20 لتر ب 32 جنيه، وبقول غالي عشان اوفر مواصلات واخد امي وابويا واخواتي وعيلتي واهلي وولادي في العربيه واتكل على الله. دلوقتي انا عشان انزل 6 اكتوبر ادفع لي 200 جنيه بنزين عشان اروح واجي 20 لتر ب 200 جنيه. يعني مواصلات 10 جنيه الصبح عشان نروح المدرسه. ليه؟ ليه يا اخي؟ ابن الصبح، ولاد الصبح، انا اوديهم المدارس، انا ادفع لهم بس كل عيل 20 جنيه مواصلات غير مصروفه، يعني كل عيل عاوز له 50 جنيه يا سيسي. اتق الله يا اخي، يا اخي اتق الله، اتق الله فينا، اتق الله فينا وبلاش اللي انت بتعمله ده. وعشان خاطرنا سيب البلد، عشان خاطرنا سيبها لحد بيفهم، سيبها لحد متعلم، سيبها لحد يعرف يدير الازمات مظبوط. اما انت ما بتديرش الازمات غير فينا احنا. الاكل البسيط ومتشكرين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده للشعب مش ليك يا سيسي. وانا بفوض الجيش المصري ضدك يا رئيس البلد يا عبد الفتاح السيسي، والسلام عليكم.